السلام عليكم. أنا نسرين، في عمري 30 عام، مزوجة من 18 عام. راجلي كبر مني ب 12 عام. عندي غير ولد واحد دابا في الثانوي وعنده 18 عام. أنا مرة زوينة، كنعتني براسي، واللي كيشوفني كيصعب يعطي لي عمري الحقيقي. ولكن مؤخرا وليت حاسة براسي مهملة. راجلي ما بقاش كيفكر في الحوايج اللي بالنسبة لي طبيعية، بحال الاهتمام والعاطفة. وكل مرة كنحاول نلفت انتباهه كيجاوبني ببرود: نسرين، حنا كبرنا على هاد الشيء. ما كنتش كنزيد نجاوبه، ولكن في قلبي كنت محروقة، حيت أنا باقي عندي احتياجاتي وباقي في عمري نعيش ونحس. نهار من الأيام ولدي جاب واحد صاحبه معاه للدار، دري باين عليه ولد الناس ومؤدب، وأنا كنت عارفة عائلته حيت بزاف ديال المرات كيسافروا كيبقى هو بوحده. جبت ليهم العصير، شكرني ولكن بطريقة اللي شداتني، ما كانش كيبغي يطلع في عيوني. ما كملتش السيمانة ولدي قال لي: يا ماما، صاحبي غادي يبات عندنا شي أيام حيت عائلته سافروا بزاف هاد المرة. قلت ماشي مشكل، بحال ولدي. وبالفعل جا وبقى معانا. واحد الصباح كنت في الكوزينة، دخل هو بالغلط، قال لي: سمحي لي، كنت كنقلب على الحمام. وضحك وقال لي: أول مرة شفتك حسبتك أختو ماشي مو. هذيك الكلمة بقات ترن في ودني. من داك النهار وانا كنلاحظ شوفاتو ليا ماشي بحال العادة. وانا صراحة كنت كنجبد روحي ونقول: حشومة نسرين، هاد الولد في سن ولدك. ولكن القدر لعب لعبته. واحد الليل راجلي تعشى ودخل نعس بكري، وانا بقيت في الصالة كنتفرج في التلفازة. خرج صاحبو ديال ولدي من بيت النوم، جلس حدايا وقال: ما جانيش نعاس، نجي نتفرج معاك شوية. ما عرفتش علاش، ولكن خليته يجلس. بدينا كنتفرجو حتى طلع مشهد رومانسي في التلفازة، وحشمت وبغيت نقلب القناة. هو قال لي: وعلاش تحشمي؟ بالعكس راكي زوينة، أنا من نهار شفتك وقلبي ما بقى مرتاح. وبدا كيهضر بكلام اللي ما سمعتوش من راجلي من سنين. اتصدمت ونضت ومشيت لبيتي، ولكن طول الليل ما نعستش. كلامه كان كيدور في راسي. في الصباح لقيته تاني جاي الكوزينة، بدا يقرب ليا وانا كنقول مع راسي: لا نسرين، هاد الشي غلط، هاد الشي عيب وحرام، راه ولد غريب وفي سن ولدك. جمعت راسي، قلت ليه بصراحة: اللي كدير ما خصوش يدار، ما تعاودش تحاول. ومشيت خليته. ديك اللحظة فهمت باللي الخطر قريب، وانا نقدر نطيح في غلطة عمري غير بسبب الاهمال ديال راجلي. موراها مشيت عند راجلي، قلت له بالحرف: شوف، ولدنا ما يبقاش يجيب صحابو يباتوا عندنا. وفعلا راجلي هضر مع ولده، ومن داك النهار ما بقاش صاحبو يجي. بقيت غير كنفكر وكنقول: لو كان مازال بقى عندنا، الله أعلم فين قدرت نوصل. أنا كنعيش مرحلة صعيبة بزاف، محتاجة الاهتمام والحنان، ولكن الحمد لله عقلت على راسي قبل ما نغلط.